اوعي تستغرب لو لقيت حد بدأ من إشارات المرور وباع مناديل وختمها بغسل أموال. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. دي قصة علياء قمرون اللي بدأت حياتها ببساطة، كانت بتبيع مناديل علشان تساعد أسرتها، وأول فلوس جمعتها اشترت بيها آيفون، هاتف ومضات. بس الشهرة كانت سريعة قوي، وعليا اقتحمت عالم التيك توك. ايه ده؟ بالفيديوهات الجريئة اللي لفتت الأنظار، ومش علشان الجودة، لأ علشان الدفع والجرأة. ومفاجأة، الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عاهاتهم. الموضوع موقفش عند كده. النيابة الاقتصادية دخلت على خط القضية، وبدأت تحريات عن شبهة غسل أموال، يعني مكاسب خف وما كانتش على شكلتها. وبعد كده اتقبض عليها وتحبس أول 4 أيام، وبعدين قضى القاضي على الحكم بفترة حبس جديدة كنت اديتك إفراج بضمان منظرك 15 يوم على ذمة التحقيق. ولما سألوها قالت ما كنتش أقصد أعمل حاجة خدشة، كنت بحاول أعيش أفضل. بس النيابة مش بتسكت، والشفافية القانونية فوق أي طموح شخصي.